ملف اللاعب تيدو أوكوي أثبت للجميع إن جون إدوارد راجل شغال ما بيسيبش حاجة للصدفة، راجل شغال شغل بخبرة. ده الفرق بقى لما تدي العيش لخبازه، مش تجيب واحد بقى بالحب بقى عشان هو نجم ولا هو اسم ما كان زمان. لا، الراجل خبرة 20 سنة في المجال، خبرة لما بيجي يعمل عقد مع نادي بيحسب من كل الحسابات، مر عليك كتير وشاف كتير فعارف وبيحسب كل حاجة. كل الناس كانت فاكرة إن خلاص الصفقة طارت، ونادي الزمالك كالعادة اتضحك عليه. اخويا الغالي، قبل اي شيء اعمل لي شير وفولو ولايك وتعالى لي. اتفاجئوا بقى النهارده ان النادي السويسري باعت خطاب للاعب والوكيل اللاعب بيقول لهم ان انتقالك لنادي الرياض السعودي في ايد نادي الزمالك، مش في ايد الوكيل بتاعك ولا في ايدك انت ذات نفسك، لان نادي الزمالك عامل عقد مع النادي السويسري يلزم النادي السويسري ويلزم اللاعب ان خلاص اللاعب ده على ذمه نادي الزمالك. طبعا الكلام ده انكره الوكيل بتاع اللاعب وطلع بخطاب انكر الكلام ده كله، وقال فعلا ان اللاعب ماضي رغبه واجازه الفحص الطبي، بس الكلام ده مش ملزم للاعب ان هو خلاص بقى بتاع نادي الزمالك لان ما مضاش العقد بالفعل. الايام بيننا وهتثبت مين الصح ومين الغلط، سواء كلام النادي السويسري ان انت عارفين السويسريين يعني ناس منضبطه، ناس ما عندهاش حوارات، هتقول اللي هي شايفاه صح، والراجل وكيل اعماله بينكر. فهنشوف الايام اللي جايه مين الصح ومين الغلط ومين اللي فعلا كلامه صح. اخويا الغالي، سلام.